ازاي تحول شكل صورة الشخص اللي بيتصل عليك من الصورة الصغيرة دي للشكل الجامد ده؟ تعال اقولك ازاي. السلام عليكم، انا ايمان محمد. النهارده جايبالك طريقة تحويل الصورة العادية المصغرة للصورة الكاملة لما حد بيتصل بيك. اول حاجة هتحتاجها هو انك تنزل البرنامج ده، اللينك بتاعه موجود في البايو او في اول تعليق. البرنامج ده هو اللي هنشتغل عليه في كل حاجة، لانه هو هيظهر لك الاعدادات المخفية اللي في موبايلك. تاني حاجة، الموبايل المستخدم في الفيديو ده هو موبايل سامسونج، فانا معرفش نوع موبايلك ايه، ولسه هنجرب على انواع موبايلات مختلفة عشان نغطي الكل، ولكن مبدئيا جرب معانا، يمكن يطلع موبايلك بيدعم الكلام ده. ولو طلع بيدعم الكلام ده سيب لي نوع موبايلك تحت في التعليقات. طولت عليك، تعال ندخل في المفيد. بعد ما تنزل البرنامج وتديله الاذونات اللي هو عاوزها، شغل البرنامج وهتلاقي في حاجة عندك اسمها الأنشطة، ادخل عليها وابدأ ابحث في علامة البحث عن كلمة لابس. هيظهر لك علامة الهاتف او الاتصال دي، ادخل عليها وابدأ اعمل اختصار للاختيار اللي قدامك ده. هيبدأ الاختصار ده يكون موجود عندك على الشاشة الرئيسية. ادخل على الاختصار ده وابدأ فعل الاختيار اللي قدامك. الاختيار ده اللي بيخلي شكل صورة المتصل بيك من الصورة الصغيرة للصورة الكاملة على موبايلك. بعد ما تخلص الكلام ده ارجع للشاشة الرئيسية على موبايلك وادخل على برنامج الاتصال اللي عندك. اضغط على الثلاث نقط اللي فوق بعض، وبعدين ادخل على الضبط، وبعدين ابدأ اعمل الاختيارات اللي قدامك دي من التخطيط ومن الخلفية. ابدأ اختار زي ما انا عملت في الفيديو بالظبط، وبعدين ارجع بقى عادي. خلاص كده انت مظبط الاسم عندك وحاطط عليه الصورة اللي انت عاوز تحطها عليه. ابدأ جرب اتصل بالرقم ده او خلي الرقم ده يتصل عليك. هتلاحظ ان صورته بعد ما كانت كده اتحولت للشكل الكامل وبقى شكلها جامد جدا بدون اي برامج اعلانيه او ملهاش لازمه. لو عاوز تعرف تريكات كمان اكتر واكتر لازم تتابعني عشان يوصلك كل الجديد اول باول. وطبعا لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس.